عايزه بس اوريكم الممبار. بصوا الممبار لما بصوا شايفين طريقه الحصر، شايفين الشكل النهائي هيطلع ازاي. هيجي الممبار بتاعنا، شايفين الجمال. انا عايزاكم بس تشوفوا الممبار بتاع لولو يختلف عن اي ممبار تاني. شايفين؟ الف هنا وشفا يا رب، الف هنا وشفا. ادي الممبار بتاعنا كله ابيض قشطه شهد اهو. ادي الممبار بتاعنا يستوي براحته بقى، ساعه وربع، يستوي براحته خالص اهو، مفيش اي حاجه خالص مفرقعه. ادي الممبار هوريه لكم برده بعد ما يستوي خالص. انا قلت بس ايه اوريه لكم وهو في الميه. بصوا زي الفل زي الفل. طبعا انا حضرت خلطه الفته هنا اللي عملناها قبل كده. وايه الرز بعمله طبعا. دي الطحال بتاعي، الطحال بتاعي اهو طبعا ده انا بعمله بسلقه في ميه ببصلايه بكمون، وبعد ما يبرد خالص قطعته طرنشات وعملت كل الخلطه بتاعتنا. عملت بصل وثوم وفلفل الوان ونص كوبايه خل. بدعك كله بعد كده خلاص ابيته واحطه في الثلاجه خلاص ساعتين 3 يشرب التتبيله دي، او ابيته من بالليل عادي خالص. انا من بالليل بروحها من قبليها في يوم، واقوم محمراه في السمنه بقى مع قرن فلفل، وهنشوف مع بعض اللون والشكل والريحه هتبقى عامله ازاي. وادي الفشه بتاعتي برده عملتها بنفس الطريقه برده. ده ازاي اهو، شايفين الفشه عامله ازاي؟ دي مسلوقه ومتبيته في التتبيله عشان لما نحمرها تقلب الدنيا كلها. احلى واطعم اكله سمين طحال فشه وكوارع وممبار وفته مع لولو كيتشن. احنا خلاص ايه هنحمر الطحال والفشه بتاعتنا. دي صينيه فيها معلقه سمنه. طبعا انا مش هحط اي حاجه خالص لان هو اصلا انا مبهره الحاجه بتاعتي زي الفل، مش ناقصها اي حاجه خالص غير ان انا انزل بقى ايه بيها كده بالخلطه بالفلفل بكل حاجه. كده هنحط الفشه الناحيه الثانيه. احلى واطعم طريقه لاكل السمين الطحال والفشه والحاجات دي، احلى طريقه. معلقه زيت كده هنفضل بقى ايه نقلب 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 لغايه ما تاخد اللون بتاعنا الذهبي الحلو. طبعا نقعد نقلب كده الفشه بتاعتنا والطحال. انا مش قادره اقول لكم اصلا الريحه عامله ازاي، يعني بجد والله يعني تسلم ايدي. جميله ريحه جميله وطعم جميل وحاجه نظيفه معموله بطعم بيتي اهو. يبقى والشفا يا رب. حاجه مستويه جامد جدا معموله بتتبيلات جميله. مش هنقلب كتير بقى لغايه ما تاخد اللون البني. نقلب على الناحيه الثانيه. ده طحال وفشه دي بيسموها الحلويات. الممبار بتاعي استوى هشيله عشان يبرد عشان ابدا احمره بعد 10 دقايق اما نطلع ده من على النار. الممبار بتاعنا استوى خلاص. نعمل ازاي؟ اللهم بارك. يعني اصلا ريحته وهو مسلوقه قلب الدنيا. هذا الممبار بعد ما خلص نسيبه يبرد ونبدا نحمره مع بعض. ادي الطحال بتاعي مع الفشه الدنيا بقت تمام اهي. خلاص ياخد بس ايه هو ده اللي انا عاوزاه. هرفعه بقى عشان ايه نعمل الممبار. نحمر الممبار مع بعض. طبعا الممبار الحجم ده اذواق، يعني عايزاه اكبر من كده اوكي عايزاه، بس انا بحبه ايه كده ما بيطلب مني برده كده بعمله، بيطلب مني كبير ايه بعمله. هو بتبقى بس ايه اذواق.
كل واحد ليه طريقه مختلفه في العمل، ممكن يبقى افضل من كده.